بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده. النهارده عندنا في الجزء الثاني حوار ممتع جدا مع المهندس عدلي القيعي. هنتكلم في تفاصيل كتير اكيد تخص النادي الاهلي، تخص هذه الفتره تحديدا من صفقه او من فتره الصفقات المتعلقه بالنادي الاهلي واحتياجات النادي الاهلي والكلام المهم اللي انتم بتحبوه دايما. تقدروا تتابعوا الحلقه بتاعتنا اول ما تخلص مباشره على منصه شاهد بالمجان. تخش تدور على هتكتب الكوره مع فايق بالظبط كده هتطلع لك. لو انت في اي وقت وفي اي زمن عايز تشوف الحلقه عن طريق الانترنت، مش عايز تشوفها من خلال التلفزيون فمشغول، تقدر تشوف ده من خلال البث المباشر بتاعنا على منصه شاهد. كل اللي عليك هتدخل على كلمه بث مباشر جوه منصه شاهد، ثم تجيب MBC مصر 2. اهلا وسهلا بيك، انت كده بقيت بتتفرج علينا وتتفرج بكواليتي عالي جدا والدنيا حلوه وصباح الفل يعني. طبعا ده حاجات كتير جدا جدا. ايه هي الحاجات الكتير اللي عندنا؟ عندنا ماتشات مهمه في كاس ايطاليا وكاس اسبانيا تباعا في الايام اللي جايه تقريبا او تحديدا من شهر 2 المقبل، فبرضه استنوا معانا استوديوهات تحليليه وماتشات مهمه. ما يتعلق بقى بالنهارده، شفنا احنا امبارح مروان عثمان ظهور الاول له من مع النادي الاهلي وهو القادم حديثا من سيراميكا كليوباترا. والحقيقه انه الراجل ادى حيويه للحته بتاعه الهجوم في النادي الاهلي. يثبت نفسه بقى من عدمه ده بياخد وقت وما تقدرش تحكم خالص خالص دلوقتي، انما مع الوقت تبان كل حاجه ومع الوقت يظهر امكانياته وتظهر قدرته. التعاون بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا، هل احمد رمضان بيكهام اتقطعت اعارته ورجع لسيراميكا كليوباترا ولا لا؟ هل ده حصل ولا لا؟ الاتفاقات اللي ما بين سيراميكا كليوباترا وما بين الاهلي في الصفقات تمت على ايه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا. انا معايا على التليفون كابتن معتز البطاوي المشرف العام وعضو مجلس اداره سيراميكا كليوباترا. يا كابتن معتز، مساء الجمال. اهلا اهلا هيما، ازيك؟ اخبارك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله تمام والله، كله زي الفل. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. طيب خليني اسالك الاول على مروان عثمان، انتوا بتقيموه ازاي وشايفينه ازاي كصفقه انضمت للنادي الاهلي حديثا وعلى طول بيلعب وبيشترك امبارح مباشره يعني من غير ما ياخد وقت يعني؟ الحقيقه طبعا يعني مروان عثمان ده ناشئ من ناشئين نادي سيراميكا كليوباترا. ولد واعد جدا جدا، ويعني اعتقد ظهر في اخر الموسمين بمستوى جيد جدا اهله ان النهارده يبقى موجود في النادي الاهلي. نتمنى له كل توفيق زي ما بنتمنى لكل اللعيبه كلها التوفيق يعني. عظيم. بس فيعني اتفضل. خليني اسالك بقى مباشره كده، احمد رمضان بيكهام قطعتوا الاعاره بتاعته ولا لا؟ ولا تم ده عوضا عنه انه احمد عبدين ينضم لكم على سبيل الاعاره؟ خلينا افهم منك بقى التعاون حاصل ما بينكم وما بين النادي الاهلي في الجزئيه دي ازاي؟ الو، انا سامعك، انت سامعني يا كابتن معتز؟ الو، سامعني؟ الو الو، انا قلت لكم علوا الصوت. الو، يا كابتن معتز سامعني؟ طيب نقفل ونحاول نكلم كابتن معتز البطاوي مره ثانيه، لانه برضو النهارده بيتم الاعلان عن انضمام احمد عبدين مدافع النادي الاهلي لسيراميكا كليوباترا على سبيل الاعاره، وهو يعني شاب من الواعدين اللي ظهروا كمان بشكل كويس مع المنتخب، وبالتالي عنده فرص للمشاركه، فبينضم الى سيراميكا كليوباترا. احمد رمضان بيكهام مازال متواجد الى هذه اللحظه او حتى هذه اللحظه في النادي الاهلي. رجع لنا تاني كابتن معتز؟ طيب هنحاول مره تانيه يكون معانا الكابتن معتز البطاوي. سيراميكا كليوباترا بقى معاه عمر كمال عبد الواحد، فالناس برضو معايا طب والنبي يا جماعه معلش يعني علوا صوتكم، انا عندي برد فمعلش، هو انا اللي عندي مشكله فانا ما بسمعش كويس. انا مؤمن بده دلوقتي يعني ما عنديش مشكله، فعلوا صوتكم شويه وانتم بتكلموني في الاير بيس. حلو قوي يا كابتن معتز. حبيبي يا هيما، ما اعرفش الخط قطع تقريبا. معلش ما يجراش حاجه. كنت بسالك على لا ولا يهمك. كنت بسالك بقى على الصفقه نفسها تمت ازاي يعني. مروان عثمان انضم الى النادي الاهلي، عمر كمال عبد الواحد كان داخل في الصفقه ولا لا؟ محمد عبد الله داخل في الصفقه ولا لا؟ ولا كل حاجه منهم كانت منفصله؟
تمام. انا يعني كويس جدا ان انت فتحت الموضوع ده يا هيما، عشان الحقيقه في ناس كتير جدا بتتكلم ويعني ناس انا مش عايز يعني اقول كلمه غلط، بس يعني ناس ما عندهاش وعي، ناس ما عندهاش مش ما تحاولش تدور كويس او يعني عارفه كويس قوي ان في حد هيدور وراها. حجم التعاون ما بين النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا، واعتقد نادي سيراميكا كليوباترا من يوم ما طلع في الدوري الممتاز وهو بيتعاون مع جميع الانديه، وخصوصا طبعا النادي الاهلي نادي كبير بيمتلك امكانيات كبيره جدا، يقدر كويس قوي يتعاون مع معظم الانديه بشكل يفيد الطرفين. فانا النهارده كنادي سيراميكا كليوباترا علاقتي جيده جدا بكل الانديه، ويمكن قبل ما اذكر علاقتي بالنادي الاهلي والامتيازات اللي النادي الاهلي ممكن ياخدها مننا او العكس، او ان انا يعني اخد امتيازات من النادي الاهلي. انا قبل كده تعاونت يعني تعاون كبير جدا مع نادي بيراميدز. اعتقد نادي بيراميدز هو حاليا في التوقيت الحالي هو المنافس في الميركاتو اللي احنا شايفينه ده للنادي الاهلي. مظبوط. فانا في حجم كبير للتعاون ما بيننا وما بين نادي بيراميدز من خلال ال3 سنين اللي فاتوا. يعني على سبيل المثال يعني صديق اجولا كان مش انا بس عايز اسالك سؤال، هو اصلا ايه اللي يحرمك وايه اللي يمنعك انك تتعاون مع اللي انت عايز تتعاون معاه؟ يعني ايه المشكله يعني؟ لا انا بتكلم في ايه؟ انا في ناس بتعلق على التعاون الكبير اللي ما بين النادي الاهلي والنادي سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي اعتقد عنده ما يفيد اي نادي تاني، وكذلك الحمد لله ان احنا بقينا في مصاف الفرق اللي يقدر النادي الاهلي يستفيد ببعض اللاعبين اللي عندنا. فانا بس هي الفكره كلها ان انا بتعاون مع جميع الانديه وعلى قدر المساواه. الحقيقه يعني انا بتعاون مع كل الانديه، يمكن ما فيش نادي في مصر ما تعاونتش معاه خلال ال3-4 سنين اللي فاتوا. دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم، لو حضرتك شفت التاريخ بتاع ال4-5 سنين اللي فاتوا، احنا بالفعل في 5 لاعبين من نادي سيراميكا كليوباترا اتنقلوا للاهلي. لكن في اكتر من 10-12 لاعب من النادي الاهلي في سيراميكا. فالنهارده الفرقتين بيستفيدوا، يعني نادي سيراميكا بيستفيد زي ما النادي الاهلي بيستفيد من سيراميكا. وزي ما قلت لك انت فعلا واخد لك بتاع حوالي 14 لعيب من اللعيبه اللي بتمتاز بجوده عاليه انت واخدهم من النادي الاهلي. 14 لعيبه، كان في بعض اللاعبين فري مش موجودين داخل النادي الاهلي، زي مثلا صالح جمعه، زي عمرو السوليه، دول ما كانوش اصلا موجودين على في قائمه النادي الاهلي، فاحنا استفدنا بيهم بعد خروجهم من النادي الاهلي. برافو عليك. لكن اللي حصل بالفعل تعاون ما بيننا وما بينهم تقريبا مع 10 لعيبه او 11 لاعب. اللي انا اقصده ان ليه في مشكله في فكره التعاون مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يملك لعيبه جيده جدا جدا، قطاع ناشئين جيد جدا جدا، يقدر عنده الخبرات بان هو يجيب لعيبه يقدر يستفيد بيها هو، ولو ما عرفش يستفيد بيها او لتكدس الناس عنده احنا نقدر نستفيد. ارجع للنقطه الاهم واللي في بعض الناس بتذكرها بدون وعي، وبتقول ان انا النهارده بضحي بالمهاجم الاساسي بتاعي علشان اديه للمنافس بتاعي. طيب انا النهارده الهداف الفريق اللي عندي اللي موجود دلوقتي هو صديق اجولا، 7 اهداف وهو هداف الدوري بالمناسبه. يجي بعده فخري لقاي، يجي بعده مروان عثمان. النهارده مين يعرف احتياجاتي الفنيه؟ هل انا كاداره فنيه كابتن علي ماهر والاداره الفنيه اللي موجوده داخل النادي، ولا الناس اللي قاعده بره؟ اكيد انت بس بتتابع وتتفرج. اكيد انت ادرى. اكيد الناس اللي جوه هي اللي عارفه كويس جدا احتياجاتها. طيب انا احتياجاتي النهارده بعد الاجتماعات مع الاداره الفنيه، اجتمعنا ان احنا في بعض النواقص عندنا في بعض المراكز نقدر نستفيد بيها جدا في حاله خروج مروان عثمان، والاستفاده ببعض المراكز الجيده جدا لدينا اللي كانت شاغره، ودلوقتي الحمد لله قدرنا نستغلها في وجود عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد الله، احمد عابدين، الناس اللي احنا بنقدر ندعم بيها فرود جايبينه من زامبيا. فانا النهارده بحاول بقدر الامكان احط نفسي في وضع تنافسي جيد يحفظ لي التنافس في الدوري خلال الفتره اللي جايه، بان انا امن جميع المراكز الفنيه اللي موجوده داخل الملعب. فانا بس حبيت ارد على لا ودي نقطه مهمه قوي، دي نقطه مهمه قوي وبشكرك وبحييك عليها لانها منطقيه جدا. طبعا انا عندي سؤال، محمد عبد الله، عمر كمال عبد الواحد، احمد عابدين، جم في نفس الصفقه بتاعه مروان ولا دول بشكل منفصل كل ديل تم على حده؟ لا الحقيقه لا عمر كمال ومحمد عبد الله هي بس في صفقه مروان عثمان، اما احمد عابدين كان صفقه منفصله. طيب الاثنين على سبيل الاعاره، يعني عمر كمال جالك على سبيل الاعاره، محمد عبد الله جالك على سبيل الاعاره، ولا انا فاهم غلط؟ ايوه بالظبط. مظبوط كده.
احمد عابدين براهم، احمد عابدين جاي لك على سبيل الاعاره براهم هم على الاثنين. سبيل الاعاره برضه، ده احمد عابدين شاب واعد جدا وكان موجود معانا الموسم اللي فات، كان موجود معاكم قبل كده، واعتقد لاعب منتخب كان في المنتخب 2005 ولعب كاس عالم. واعتقد هو لاعب واعد واحنا على درايه جيده جدا بيه، واعتقد اتمرن تحت ايد كابتن علي ماهر خلال الموسم اللي فات. فالحقيقه يعني ان شاء الله باذن الله يبقى ليه مستقبل كويس مع سيراميكا كليوباترا او مع النادي الاهلي بعد الجول ان شاء الله. انتوا كنتوا عايزين كريم فؤاد ولا مش عايز تخش في تفاصيل اللي انت كنت عايزه؟ لا، هو الحقيقه الصفقه كان فيها بعض الاسماء المطروحه من النادي الاهلي خلال المفاوضات، لكن استقرينا في النهايه على عمر كمال ومحمد عبد الله. ماشي انا هحترم ده برضه عشان يبقى انت ايه، انا هبقى فاهم ان انت مش عايز تقلل من اي لعيب انت جبته في المقابل، لانه كل اللي تجولك لعيبه كبار واسماء كبيره. طيب عايز اسالك، هي الفكره كلها في الاحتياج يا هيما. يعني بص، انا محتاج ايه دلوقتي في التوقيت ده فانا بستفيد منه. مروان عثمان في بند في حقيه الشراء بالنسبه للنادي الاهلي بعد انتهاء فتره الاعاره ولا ما فيش؟ اعاره فقط لا غير. اعاره فقط لا غير. اعاره فقط لا غير. كابتن معتز انا بشكرك شكرا جزيلا ومش عايز اطول عليك، بس اخر سؤال، احمد رمضان بيكهام راجع ولا لا؟ لا خلاص احنا في موجود احمد عابدين معانا. احمد عابدين بالتوفيق ان شاء الله باذن الله، وانا عارف ان انا قطعت ماتش الكوره الجامد، بالتوفيق يا هداف، وان شاء الله باذن الله اكلمك واحنا عشان دي فرقتي اللي انا بلعب فيها يا جماعه برضو بالمناسبه وانت كسبان. يلا منتظرينك حبيبي يا كابتن معتز، ما تحرمش منك. كابتن معتز البطاوي مشرف عام على كره القدم وعضو مجلس اداره سيراميكا كليوباترا، الراجل بيتكلم كلام واضح وصريح، انا عارف احتياجاتي، محدش له دخل باحتياجاتي، انا فاهم كويس انا عايز ايه من فين ليه وازاي. انا بطلع مروان والحقيقه مربوحه يعني مربوحه جدا، بيطلع مروان عثمان وجاله عمر كمال ومحمد عبد الله، يعني محمد عبد الله لعيب جامد جدا يا جماعه، وعمر كمال مش محتاج يتكلم عنه، هو موجود في الدوري المصري، الناس شايفاه اداؤه عامل ازاي لما بيجيب فورمه. فانت بتتكلم في الاثنين دول قصاد مروان عثمان، هو الراجل عنده اهدافه وعنده احتياجاته، فما اعرفش يعني بشوف انه كلام بديهي ومنطقي. طيب